السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما شفتوا معايا في بداية الفيديو هنعمل وصفة جميلة جدا وسهلة ومقدرة على قد الايد وتغيير عن المعتاد. هنعمل ايه؟ هنعمل صينية خضار بالفراخ بالبشاميل. تمام. اول حاجه بدات بيها ان انا جبت الحله بتاعتي او الطاسه ايا كان، وبدات حطيت معلقتين زيت. انا عايزه الصينيه بتاعتي تكون لايت كده خفيفه. تمام. فبدات حطيت معلقتين من الزيت ونزلت عليها بالفراخ بتاعتي. ممكن تجيبي شاورما فراخ انتي مقطعاها في البيت، المهم قطع فراخ كده صغننه حلوه تقدري ان انت تحطيها وسط الخضار والبشاميل، ما تبقاش واخده يعني ما تبقاش حجمها كبير. تمام. التوابل اللي انا حطيتها هنا ايه؟ حطيت ملح، فلفل اسود، توابل فراخ، ورق لوري على حبهان مطحون، وحطيت بابريكا. دي التوابل بس اللي انا حطيتها. تمام. اديتها بقى تشويحه مع بعضها كده يعني ايه، وقلبتها على الناحيه التانية. انا عايزه الفراخ بتاعتي قبل ما انزل بالخضار بتاعي ان هي تتشمع على الناحيتين، من ناحيتي ومن ناحيتي. تمام. تاخد كده إيه تشويحه بسيطه. في الوقت ده بقى هكون محضره معايا بصلايه صغيره كده متوسطه على قد الكميه اللي انا عاملاها، هي بصلايه واحده بس صغننه كده. وبدات ان انا اضيفها على الفراخ بتاعتي واقلبها بالشكل دوت عشان برضو تتشوح معايا، كله تشويح كده ايه اول باول على طول مع بعضيه. بعد كده هكون برضو مجهزه فلفل اخضر، ممكن شطه وممكن يكون رومي، المتاح عندك واللي بتفضليه ضيفيه، او ممكن فلفل الوان كمان مش هيقول لا. نزلت برضو بالفلفل كده واديتها ايه تشويحه. فاكرين يا بنات البسله اللي انا كنت مفرزاها معاكم؟ طلعت كيس من البسله وحطيته عليهم، بسله وجزر كده مع بعضهم. مش قادره اقول لكم كان الطعم وهم بجد حكايه. هنا كنت بشوف مقدار الكميه، احط نص كيس ولا كيس، حطيت الكيس كله، قلت لا ايه الكيس كله هيبقى تمام. حطيت كده ايه كيس هنقول مثلا مقدار مثلا من ربع كيلو او زياده من الجزر والبسله. غطيتهم بقى وسبتهم مع بعض كده ايه على نار هاديه، وطيت النار وسبتهم. جبت حله تانية وحطيت فيها معلقتين من الزيت برضو، وحطيت إيه هنقول من 3 معالق ل4 من الدقيق، وبدات ان انا ايه اشوحهم كده مع الدقيق بتاعي. هنا حسيت ان هي نسبة الزيت قليلة، فانا ضفت كمان جزء من النقطتين يعني كمان من الزيت. تمام. هبدأ بقى ان انا اشوح كده زي ما انتوا شايفين. انا كل حاجة بعملها بالبركة، مفيش مقادير معايا، خلاص كده انت اتعودتي اصلا وبقيتي عارفة تعملي كل حاجة، فالنظر مطلوب، تبصي كده بنظرك تعرفي تقيمي الحاجة. بدأت بقى ان انا اشوح بالشكل دوت، ان انا ايه عايزة الدقيق بتاعي يكون خد تشويحة كده حلوة، ويبقى دخل في اللون اللي هو الدهبي شوية. تمام. ما يبقاش كده ابيض، لا عايزاه يكون دهبي شوية. بعد كده نزلت بالحليب بتاعي او اللبن. انا بقول الحليب واللبن ليه؟ انا بقول حليب ولبن لان في ناس من الدول العربية هنا احنا بنقول على اللبن بتاعنا لبن، هما بيقولوا على الزبادي لبن، فعشان كده انا بوضح ان هو اللبن اللي هو الحليب مش الزبادي. تمام. عشان الناس اللي بتسأل. ضفت بقى الكمية المناسبة من اللبن او الحليب بتاعي. تمام. وبدأت بقى ان انا ايه اقلب كده ايه بالشكل دوت. هنا بقى في الخطوه دي انا مش محتاجه المعلقه، خلاص انا هبدا ادخل المضرب اليدوي معايا علشان البشاميل بتاعي ما يبقاش فيه تكتلات خالص. تمام. بالشكل دوت هفضل بقى ايه معاه كده بالشكل ده لحد ما يبقى تمام، مفيش مشكله. في الخطوه دي بقى انا شلت الغطا على الخضار بتاعي والفراخ، وحطيت نص الماجي والنص التاني حطيته على البشاميل، يعني واحده ماجي قسمتها ما بين الخضار وما بين البشاميل بتاعي. غطيته، ادي النص التاني حطيته هو على البشاميل، وحطيت فلفل اسود وحطيت رشه من جوز الطيب. دي التوابل اللي انا حطيتها في البشاميل بتاعي اهو بالشكل ده. وابدا برضو ارجع تاني اقلب فيه كده ايه كويس لحد ما احس ان البشاميل بتاعي مفيهوش اي تكتلات وبدا ان هو يستوي معايا. هنا كنت بتاكد بالمعلقه ان مفيش فعلا تكتلات في البشاميل بتاعي. تمام. هنا بقى معلومه للناس اللي بيبوظ معاها البشاميل، ما تقلقيش خالص لو انتي كتل معاكي ولا اي حاجه، حطيه في قلب الخلاط واضربيه هيطلع معاكي كريمي مفيهوش اي حاجه، او بالهاند بلندر في نفس الحله واديله ضربه كده. ده في حالة لو كتل معاكي بدل ما ترميه يعني، لا تصلحي ايه الوضع يعني.
كده البشاميل معايا تمام، والخضار والفراخ معايا على النار. هنا بقى كنت مقطعه بطاطس شرايح رفيعه على قد ما اقدر، تمام، وحطيت عليها ملح وفلفل عشان اتبلها، بس ما حطيتش حاجه تاني، فقط لا غير ملح وفلفل. بدأت بقى ان انا اقلبهم بالشكل دوت بالطبق زي ما انتوا شايفين معايا كده، علشان احاول ان كل شريحة من البطاطس تتغلف من الملح والفلفل والتوابل اللي احنا حطيناها، علشان آه كل حاجة تبقى ليها يعني واخدة طعم التتبيلة وتبقى متبلة وواخدة كفايتها. هنا البشاميل اللي معايا بقى جاهز اهو. جبت الصينية بتاعتي من غير اي مادة دهنية خالص، وحطيت معلقتين كده من البشاميل، وبدأت ان انا اوزعهم في الارضية بتاعت الصينية بتاعتي، تمام. هنا بقى هنتعامل معاملة المكرونة البشاميل، بس بدل المكرونة هتكون البطاطس. بدأت احط شرايح البطاطس بتاعتي المتبلة زي ما انتوا شايفين كده، علشان املى بيها الصينية بتاعتي. دي اول طبق انا بدأت بيها. بعتذر يا بنات عن صوتي، بس انا البرد مبهدلني خالص، فبعتذر، انا اسفة، حقكوا عليا. وبشكر كل واحد جديد وكل واحدة جديدة دخلت وعملت لي اشتراك وعملت لي لايك وبتشاهد فيديوهاتي. انتوا عيلتي الجميلة، وان شاء الله قناتي هتكبر بيكم انتوا، تمام. بعد ما حطيت بقى الرق من البطاطس، نزلت بقى بالكمية كلها بتاعة البسلة والخضار والجزر والبصل والفلفل والفراخ اللي احنا شوحناها على النار كده، واديناها يعتبر 3/4 سوا، والربع التاني هيكون في الفرن. بعد ما حطيت الخضار وبدأت ان انا سويته كده والفراخ كده ووزعته على الصينية بتاعتي، هبدأ بقى بالطبقة التانية، وهي هتكون البطاطس زي ما انتوا شايفين كده. بفضل ان انا احطها برضو كده واوزعها على الصينية، ان انا اغطي بيها الصينية بتاعتي. بعد كده نزلت بقى بنص كمية البشاميل، قلت ممكن تكون كتير شوية، فقلت اشوف، لكن انا حطيت الكمية كلها. لما انا جيت اوزع كده لقيت البطاطس هتبان مني، فانا مش عايزة البطاطس تبان عشان ما تحرقش مني في الفرن، بالاخص ان البطاطس نية مش مستوية. فرحت حطيت الكمية التانية بتاعة البشاميل زي ما انتوا شايفين، وبدأت ان انا اوزعها عشان تكون الصينية بتاعتي متغلفة بالكامل. بعد ما سويتها حطيتها في الفرن على درجة حرارة 200، الشبكة في النص، النار من تحت بس، تمام. وحطيتها بقى، وبعد مثلا نص ساعة طلعت كانت معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. بجد بجد كان طعمها تحفة تحفة تحفة، جربوها تعجبكم جدا. بدأت ان انا اقطعها بالشكل دوت، هتطلع معايا كل قطعة بقطعتها، بس انا كانت سخنة والعيال ما كانوش صابرين. وشايفين المخلل يا بنات، المخلل اللفت اللي عملناه بالبنجر، ومخلل الجزر والفلفل واللفت مع بعض، طلعت منه كان طعمه تحفة. كنا اول مرة ناكل منه، وبجد بجد يعني كان طعمه جميل جدا. جربوها يعجبكم، جربوا الصينية دي، بالاخص داخل علينا رمضان، حاجة كده اقتصادية وسريعة جدا، مش هتكلفك كتير، وتغيير عن المعتاد. اتمنى ان تكون الوصفة عجبتكم، واشوفكم على خير في فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحة والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.